السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الأيام دي الجو فيها حر جدا ومحتاجين ناكل حاجة حلوة وتكون كمان باردة ترطب على قلبنا في حر الصيف ده. وعشان كده قلت أعمل معاكم كيكة قدرة قادر الباردة اللي أنا عن نفسي بسميها كيكة طبقات السعادة. هنعملها النهاردة بدون مضرب ولا عجان وبمكونات سهلة وبسيطة وموجودة في كل بيت، وهقولك ازاي تطلع معاكي طبقات بالشكل القمر ده. يلا كده بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ مع بعض في الطريقة على طول. اول حاجه كده هجهز معايا الطواجن اللي انا هشتغل فيها. انا النهارده ان شاء الله مش هعملها في صواني، انا هعملها في طواجن. انا عملتها كذا مره قبل كده في صواني، واللي هي بتبقى الفرم الجاهزه ديت. ان شاء الله النهارده هعملها معاكم في الطواجن. لو عند حضرتك متوفر طواجن غير اللي هي الفخار، ممكن بورسلين او بايركس او اركوبال، الحاجه اللي انت بتضمني ان هي بتخش الفرن وتمام استخدميها، مفيش اي مشكله. تمام. هجهز معايا بقى هنا كده المكونات اللي هجهز بيها الطبقه الاولى، وهي طبقه الكراميل. معايا هنا لبانه او كزرولة، ضفت فيها كوبايه من السكر الحبيبات، وضفت عليها ربع كوبايه صغيره من الميه. تمام. هرفعهم بقى على نار متوسطه، ما تكونش النار عاليه ولا تكون النار هاديه، تكون النار متوسطه. وكل شويه كده هز الكزرولة بتاعتي كده او اللبانه بالشكل ده. انا مش هحط ايدي فيها خالص الا لما السكر يدوب معايا تماما. تمام. بعد ما السكر كده داب معايا تماما وتكرمل ولونه بقى بني كده، ونخلي بالنا كويس جدا من كرمله السكر، علشان خاطر الفرق ما بين حرق السكر وكرمله السكر هفوه بسيطه. وبعد ما السكر يدوب معانا وياخد لون زي ما حضراتكم شايفين كده، نقدر في الوقت ده ان احنا نحط فيه المعلقه. مفيش مشكله، بس ما نحطش فيه ايدينا ولا نحط فيه معلقه قبل كده، علشان خاطر السكر ما يخرصش معانا. بعد كده خدته معايا وهو سخن زي ما حضراتكم شايفين كده، ما بستناش عليه لما يبرد اطلاقا. بضيفه معايا في الطواجن الفخار بتاعتي اللي انا مستخدماها. بس قبل ما اضيفه معايا في الطواجن، انا كنت دهنه الطواجن بمسحه بسيطه من الزيت بفرشه كده، علشان خاطر لما اجي اقلب الكيكه في الاخر معايا يسهل عليا القلب بتاع الكيكه، وما تكونش لازقه معايا في الطاجن. يعني ضروري ان احنا ندهن دهنه بسيطه كده من الزيت بفرشه في الاداه اللي احنا مستخدمينها، سواء مستخدمين صينيه او مستخدمين اي طواجن. تمام. علشان خاطر تسهل علينا قلب الكيكه في النهايه. بعد كده هسيب الطواجن معايا تبرد، واروح اجهز معايا بقى الطبقه التانية من الكيكه، وهي طبقه الكريم كراميل. جبت معايا كسرولة هنا وضفت فيها كوبايتين من الحليب بدرجة حرارة المطبخ، وهضيف عليه 2 ظرف او 2 باكت من الكريم كراميل اللي هي الاظرف الجاهزة دي. هضيف عليه 2 باكت، وهبدأ ان انا اقلبه كده في الاول على البارد قبل ما ارفعه على النار، علشان خاطر ما يكتلش معايا وهو على النار. بعد كده برفع معايا الكسرولة بتاعة الكريم كراميل على نار تكون متوسطة، مع استمرارية التقليب. ما بشيلش ايديا منها خالص عشان خاطر ما يكتلش معايا في النهاية. وبفضل اقلب فيه واحرك فيه تحريك مستمر زي ما حضراتكم شايفين لغايه لما يبتدي يغلي معايا. اول لما بيغلي معايا الكريم كراميل واللون بتاعه بيغمق كده درجه زي ما حضراتكم شايفين، هبدا بقى في الوقت دوت ان انا اطفي عليه النار، وهاخده بقى زي ما هو كده وهو سخن، ما بستناش عليه يبرد خالص. هبدا ان انا اضيفه على الطبقه الاولى، طبقه الكراميل اللي معايا في الطواجن بتكون بردت تماما واتمسكت. هضيف بقى عليها الطبقه التانية اللي هي الكريم كراميل، زي ما قلت وهي سخنه، ما نستناش عليه لغايه لما يبرد اطلاقا. تمام. بعد ما ضفت كده بقى كل الطبقه بتاعه الكريم كراميل، هسيب بقى معايا الطواجن تبرد، هسيب لغايه لما الطبقه التانية تبرد. انا ما بحطهاش في التلاجة، بسيبها بره. تمام. ممكن لو حضرتك مستعجله عليها تدخليها التلاجة، مفيش مشكله. هروح بقى اجهز معايا الطبقه الثالثه وهي طبقه الكيك. جبت بوله معايا وضفت فيها 2 بيضه بدرجه حراره المطبخ، وضفت عليهم نص كوبايه من السكر ومعلقه صغيره من الفانيليا. انا ضايفه سكر حبيبات، ومعلقه صغيره من الفانيليا ومعلقه صغيره من الخل. وهبدا بقى ان انا اجيب كده الويسك او المضرب اليدوي، واخلط بيه كده كل المكونات دي مع بعض. انا عايزه اخلط كده البيض معايا لغايه لما السكر يدوب تماما وما يكونش فيه اي تخريزات او اي حبيبات من السكر. ممكن حضرتك في الوقت ده لو حابه تستخدمي الخلاط تستخدميه، مفيش مشكله، او لو ما عند حضرتك مضرب كهرباء تستخدميه برده مفيش مشكله. بس انا حبيت اعمله بالطريقه دي عشان تسهل على الناس. بعد كده ضفت نص كوبايه من الحليب برضو بدرجه حراره المطبخ، وضفت عليهم نص كوبايه من الزيت. وهبدا ان انا برضو اقلب كل المكونات مع بعض كويس جدا لمده دقيقه او دقيقتين، مش اكتر من كده، لغايه لما اتاكد ان الحليب مع الزيت امتزج كويس جدا بباقي المكونات. تمام. بعد كده هروح اجهز معايا بقى المنخل السلك اللي هنخل عليه الدقيق، علشان خاطر يخلي معايا الكيكه هشه وطريه في النهايه. هضيف عليه كوبايه من الدقيق، كوبايه الا معلقتين، يعني شايله منها معلقتين كبار من الدقيق، وضفت مكانهم معلقتين كبار من الكاكاو المر الخام او الكاكاو الاسباني الغير محلى. تمام. هضيف عليهم برضو معلقه كبيره من البيكنج باودر، ورشه بسيطه من الملح اللي هي قرصه ما بين صوابعك، اللي هي الرشه اللي احنا بنضيفها على اي معجنات بنعملها.
تمام. هبدأ بعد كده ان انا انخل كل المكونات الجافة دي فوق المكونات السائلة، وهوريكم دلوقتي احنا بننخل المكونات مع بعض ليه، وخاصة لما بيكون في معانا كاكاو. الكاكاو بعد ما بيتنخل بيطلع منه كده زي حبيبات او كريستالات، لازم ان الحبيبات ديت لا اما ننخلها كويس جدا لا اما نتخلص منها علشان خاطر ما تعملش معانا كده كتل جوه العجينة بتاعة الكيك. بعد كده هبدأ اقلب كل المكونات مع بعض في البداية بالاسباتولا زي ما حضراتكم شايفين، وبعد كده هستخدم المضرب اليدوي او الويسك تاني، وهبدأ ان انا اقلب بيه علشان يخلط كل المكونات الجافة مع المكونات السائلة وما يكونش فيه اي تكتلات جوه الخليط بتاع الكيك. تمام. هبدأ بقى ان انا اقلب كده كل المكونات وادمج كل المكونات مع بعض بالمضرب اليدوي او بالويسك زي ما قلت. وممكن حضرتك في الوقت دوت تستخدمي المضرب الكهرباء بس على اقل سرعة، لو حضرتك يعني مش حابة ان انت تستخدمي المضرب اليدوي في الوقت ده. ولو في البداية استخدمتي الخلاط في تجهيز المكونات السائلة، في الوقت ده مش هينفع تستخدمي فيه الخلاط علشان خاطر هيخلي الهواء اللي بيدخل جوه الكيك يخرج منه تاني. فيفضل ان احنا نستخدم المضرب اليدوي زي ما انا مستخدماه كده او المضرب الكهرباء على اقل سرعة في الوقت ده. بعد ما اتأكدت كويس جدا ان كل المكونات امتزجت مع بعض ومفيش اي تكتلات خالص في الخليط بتاع الكيك، هبدأ برضو ان انا اخد الاسباتولا كده واقلب بيها كده الكيك من تحت لفوق علشان خاطر اتأكد ان مفيش اي دقيق في القاع بتاع البولة معايا، وكل المكونات تكون امتزجت ببعض كويس جدا. هروح بقى اجيب معايا الطواجن اللي انا عامله فيها الكيك او هجهز فيها الكيك. بتكون طبقه الكريم كراميل اللي هي الطبقه التانية بردت تماما معايا كويس جدا واتمسكت. هبدا بقى ان انا اضيف فوق منها او فوقيها الطبقه التالتة وهي طبقه الكيك. تمام. بعد كده هخلص معايا كل الطواجن زي ما حضراتكم شايفين، احنا ما بنملاش الطواجن معانا للنهاية، يعني بسيب كده قيمة حوالي مثلا 2 سنتي او 2.5 سنتي، يعني بوصة كده او مثلا عقلتين صباع في الطاجن علشان خاطر بنراعي ان الكيك معانا بعد التسوية بيرتفع معانا تماما جوه الفرن، فيكون في مساحة معاه ان هو يعني ايه يرتفع كده جوه الفرن ما يطلعش بره الطاجن. تمام. هخلص بقى كل الطواجن معايا زي ما حضراتكم شايفين. في الوقت دوت انا بكون مشغله معايا الفرن على درجة حرارة 180 لو الفرن بتاعك عالي، ولو الفرن بتاعك النار بتاعته واطية هتشغلي الفرن على درجة حرارة 200. وبعد كده بدخل معايا الصواني على الرف الاوسط، بتقعد معايا من تلت ساعة لنص ساعة مش اكتر من كده. بس قبل ما بدخلها معايا الفرن بكون مجهزة الصواني اللي انا هحط فيها الطواجن. بعد لما بحط الطواجن بتاعتي جوه الصينيه اللي هدخلها الفرن، ببدا ان انا اضيف فيها شويه من الميه المغليه، يعني حوالي ربع الصينيه كده او اقل شويه. الخطوه دي بتساعد معايا على تسويه الكيك، وبتساعد معايا على ان طبقه الكراميل اللي تحت ما تتحرقش خالص. بضيف بعد كده شويه من الخل في كل صينيه، لان انا مستخدمه معايا صواني ألمونيا علشان لونها ما يغيرش اثناء التسويه بتاعه الكيك وهي في الفرن. تمام. بعد كده هدخل معايا الصواني على الفرن، بتقعد معايا زي ما قلت من تلت ساعه لنص ساعه، ومش بفتح عليها الفرن نهائيا الا لما بتبدا ريحه الكيك تظهر معايا وتطلع كده، عشان خاطر في الوقت ده اقدر ان انا افتح عليه الفرن عشان الكيك ما يهبطش معايا. بعد كده بختبر التسويه بتاعتها بعود من الخله بتاعه الاسنان، بحس ان هي كده خلاص تمام استوت معايا وان العود بيطلع معايا نظيف. بعد كده بخرج الصواني معايا من الفرن واسيبها تبرد معايا تماما، وبعد كده بدخلها التلاجة لمدة ساعة، لان الكيكة دي زي ما قلت في اول الفيديو بتتقدم باردة او بتتاكل باردة بيكون طعمها احسن بكتير. كده شكل الصينيه بعد ما خرجتها معايا من الفرن. حبيت اوريلكم ان انا المعلقه بتاعه الخل اللي ضفتها في كل صينيه حافظت معايا على اللون بتاع الصينيه وما غمقتش معايا وهي في الفرن. تمام. يعني اعتمدوا الطريقه ديت في اي صواني ألمونيا ان شاء الله او حلل بتستخدموها، مش هتخلي معاكم الصواني تغير او لونها يغمق اطلاقا. بعد ما عدى حوالي ساعة على الكيك في التلاجة بعد ما برد تماما دخلته التلاجة زي ما قلت. بعد كده جبت معايا الطبق اللي انا هقدم فيه الكيك وقلبت عليه الطاجن زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده. بيطلع معايا ما شاء الله اللهم بارك شكل الطبقات حلو جدا، طبقة الكراميل مع طبقة الكريم كراميل مع طبقة الكيك، شكله حلو جدا وتحفة جدا والله يا جماعة، ريحتها كمان في منتهى الجمال. جربوها وان شاء الله تعجبكم وربنا يحسن ما بين ايديكم. طبعا احنا بنحب نعمل حاجتنا في البيت بايدينا علشان خاطر نفرح اولادنا، وزي ما قلت في اول الفيديو ان هي سهله وسريعه وما بتاخدش وقت. تمام. وكل المكونات بتاعتها موجوده في كل بيت، يعني اي حد يقدر يعملها. لو بنوته صغيره شافت الفيديو هتقوم ورايا على طول تعملها.
بعد ما قلبت كده معايا كل الطواجن زي ما حضراتكم شايفين في الاطباق اللي هقدم فيها، جبت بقى معايا كده بسكوت من اللوتس المجروش، وقلت ازين بيه كده بقى ايه شكل الاطباق معايا. على فكرة هي ممكن تتاكل كده والله، مش محتاجة ان احنا نضيف عليها اي حاجة، بس انا حبيت يعني اديها شكل جمالي كده او لمسة جمالية اكتر يعني من شكلها القمر ده، يعني علشان خاطر كده تفتح النفس اكتر. يعني حاجة حلوة كده طبعا عاملينها في بيتنا لعيالنا، فما بنستخسرش فيهم اي حاجة. ربنا يخليهم يا رب، ودايما يعني قدرنا ان احنا نفرحهم دايما باذن الله. ضفت بعد كده وحدات من الكرز اللي هو الاحمر او الكريز الاحمر يعني كتزيين كده. ممكن حضرتك لو حابه تزيني بمكسرات ماشي مفيش مشكله، لو عند حضرتك مثلا اي اضافات تانية بتحبي تزيني بيها برضو مفيش مشكله، وممكن زي ما قلت تقدميها زي ما هي بدون اي اضافات. هستنى بقى منكم اللايك والكومنت القمر كده زيكم، وما تنسوش برضو لو اول مره بتدخلوا قناتي تعملوا لي اشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد. واستنوني في وصفات جايه كتير، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.